السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول مرة تشوفيني معاكِ أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، متنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلِك كل جديد، عندنا فيديوهات، عندنا فلوجات، عندنا بُصّوا روتينات، كل حاجة هتلاقيها في القناة بتاعتنا، بس خدي لفة فيها كده وهتعجبِك. المهم نقول بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا، معايا بصلتين في معلقة سمنة وحمّرتهم أو دبّلتهم يعني. أول ما دبلوا معايا نزلت عليهم بكيس بسلة كنت مفرّزاه في الفريزر، تمام كده، تمام كده. هاقطّع عليهم بقى جزراية وبطاطساية وهافضل أشوّح فيهم كده لحد ما يتضبطوا معايا كده وأحس إن هُم خلاص بقى كده تمام، اتشوّحوا التشويحة المضبوطة. باعمل الأكل بسرعة ليه؟ بيتهيأ لي أكيد يعني باين من عنوان الفيديو، نازلة المنشية أتفرّج ما أجيبش، لسه مش هاجيب دلوقتي، أتفرّج كده على حاجات رمضان يعني والزينة بتاعة رمضان والديكورات وكده، عشان خاطر إيه، أشوف أنا ناقصني إيه وأرسم خطة إيه، هيبقى معايا إيه، وبمعنى أصح أمشّي الولاد، أأكّلهم حاجة حلوة كده. طبعًا مش معنى إن إحنا في مدارس ما نغيّرش مودهم وما نغيّرش نفسيتهم، لأ لازم إن أنتِ من وقت للتاني كده حتى في المدارس تغيّري النفسية بتاعتهم، تودّيهم عند مامتِك، تودّيهم عند أختِك، آآ كده، يعني تفسّحيهم، تمشّيهم، عشان حتى هُم يبقوا مبسوطين، يبقى في حاجة عايزين يوصلوا لها، فاهمينّي؟ أكيد فاهمين. المهم بعد ما شوّحت بقى البصل والجزر والبسلة، ب رُحت حاطّة عليهم كده صلصة من اللي أنا مفرّزاها في الفريزر، وحطّيت عليهم البهارات بتاعتي، كمون وملح وفلفل وورقة لورا أو ورق غار زي ما بتقولوا عليه، وخلاص كده الأكلة بتاعتي خلصت، هاغطّيها وهاعمل جنب منها شوية رز أبيض مع نفسي، عشان كنت مستعجلة يعني عايزة أروح بدري برضه، ما ينفعش إن أنا يبقى معايا أولاد وكده وأروح وأرجع متأخر، عشان خاطر المدارس وكده، فعملت الرز وطلّعت مخلِّل وغرفت البسلة أهوّة زي ما أنتم شايفين، وهُم حطّوا الأكل على طول حتى ما يعني ما عشان هُم كمان مستعجلين عايزين يطلعوا، ما استنونيش إن أنا حتى أصوّر، أخدوا الأكل على طول. قُلت له: "طَب اصبر حتى أصوّر الطبقين دول." هنا خلاص بقى كُنّا أكلنا وغسلت المواعين ولبسنا وخرجنا كده لسه طالعين أهوّة، ده طريق المحمودية اللي عشان يعني بيودّي من عندنا للمنشية، تمام. هنا بعد ما نزلنا من العربية كوكي بتقول لكم إزيكم، حطّوا لايك واعملوا اشتراك للقناة وفعّلوا زر الجرس. كوكي كانت بتقول كل دوّة، لأ هي كانت بتقول حطّوا لايك بس. تمام. طبعًا أساسًا إحنا كُنّا نازلين متأخّر شوية برضه، ونزلنا كده إيه اتمشينا شوية وبعد كده ركبنا العربية ورجعنا تاني إيه، وصلنا بقى يعني المنشية وكده، تمام. أهوّة بُصّوا بقى منظر الزينة بتاعة رمضان أو الديكورات بتاعة رمضان مبشرة كده، كل سنة وأنتم طيبين والأمة العربية كلّها بخير يا رب. الديكورات حلوة أوي وجميلة أوي، وفي حاجات زي أسعار السنة اللي فاتت يعني وفي حاجات أغلى، يعني بُصّوا دوّة كان الوش دوّة كده ده كان قطن يعني، كان بيقول لي 45. تمام. بس أنا مش المشكلة عندي قطن، يعني قطن ما هو أنا كده هاغيّره السنة الجاية. كان في حاجة ب25 قماشتها خفيفة شوية، ودي فوانيس رمضان أهو، كنت جايبة لكوكي السنة اللي فاتت منهم، بس مش ناوية السنة دي أجيب لها منهم، عايزة أجيب لها حاجة مختلفة. وبُصّوا بقى الفوانيس والهلالات، حاجات جميلة كده، بجد أجواء رمضان حلوة أوي في مصر عامةً، في إسكندرية وفي مصر وفي كل حتة. يا رب اللهم بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. الفوانيس اللي فوق دي بقى 1000، 900، 800 الأسعار دي كده. عايزة بقى أقول لكم على حاجة باتلخبط فيها على طول معاكم في الفيديوهات أو في الفلوجات. ليه على طول باقول كوكي مريم، مريم كوكي؟ كوكي اسمها الحقيقي كارما. بُصّوا استنوا بس هارجع لكم الموضوع ده تاني خليكم فاكرين. رُحت بقى آكلهم هنا من عند جيلاتي عزة اللي عند القلعة، وده المنيو بتاعه. أنا طلبت لنفسي رز بلبن وهُم طلبوا آيس كريم، وألف هنا وشفا ليهم يا رب. واتبسطنا ومشيتهم شوية كده في القلعة من جوّه، وبعد كده طلعنا يالّا بينا بقى كان الوقت بقى 21:00 والّا 20:00 تقريبًا، فكنا اتأخرنا فيالّا بينا نروّح، يالّا بينا. نرجع بقى لموضوع كارما وكوكي ومريم. بُصّوا، كوكي هي كارما هي مريم، بس هي مكتوبة في شهادة الميلاد كارما، ويعني في ناس كتير أوي بينادوها بمريم ماشي، ومن ضمنهم أنا ساعات كتير باقول لها يا مريم، بس اسم القناة ماما وكوكي، وأنا برضه أمّا بادلّعها باقول لها يا كوكي، فلو اتلخبطت وقُلت مثلًا مريم، كوكي، كارما، فهُم ال3 شخص واحد، أنا ما عنديش غير بنت واحدة اللي هي كوكي ربنا يخلّيها لي ويبارك لي فيها يا رب،
ويخلي لكم أولادكم. أما بالنسبة لكريم فده أخويا وحبيبي وابني برضه، لأن أنا اللي مربياه، وربنا يخليه ويبارك فيه يا رب. هم أغلى حاجة عندي في الدنيا، وهم أنا بعتبرهم عوض من ربنا عن حاجات كتير حصلت في حياتي الحمد لله. ونفسي أشوفهم أحلى حاجة في ما الدنيا، تتكلميش وكلنا انت نفسنا كمان نشوف ولادنا محورة. أحلى حاجة في الدنيا بس الحمد بس قلت لله. لكم الصبح. وألف حمد بس وألف شكر يا ليك يا رب إن أنا انتوا شايفاهم اتكلمتوا بخير منين؟ وبصحة والله العظيم وبسعادة. هطلعك بفستان أنا اللي انت مأجراه. مطولة يعني الخاتمة بتاعت الرجوع ديت مش عشان كنت عايزة انت أتكلم معاكم في بتعمل نفسك الموضوع دوت. نظيفة. والله وكده شحتها خلاص مش الفيديو بتاعنا خلص مأجرة النهاردة، وعمالة أستودعكم الحق. في الله الذي عمالة لا تضيع تنقي في ودائعه، الدوق ومع عند الراجل. السلامة.